عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا صابلي بدون سكر. المرضى السكري او الناس اللي ما كياكلوش السكر، وصراحه كيجي بنين حتى بالنسبه للناس العاديين اللي كياكلوا يعني داكشي اللي مسكر، حتى هذا كيجي لذيذ. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 4 ديال الفرماجات مثلثين. انا استعملت الفرماج لافاش كيغي اللي بمذاق الفرماج الاحمر. عندي هنا معلقه صغيره ديال خميره د الحلوى، معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال المطاط، 125 غرام ديال الزبده بدرجه حراره الغرفه، وعندي هنايا 125 مليلتر ديال الزيت، كاس د العنبه قل هاد شويه هذا، وبيضه. هذه بالنسبه للعجينه اللي غنستعمل في العجينه. منين غنعجنها غادي نقسمها على جوج، النص غادي ندير فيه الخشخاش والنص غادي ندير فيه الزعتر، غادي نسمو بالزعتر. غادي نبدا بالعجينه بطبيعه الحال اضافه لهذا الفورص الدقيق الابيض. غادي نضيف المكونات البيض والزبده والزيت والموطارد الملحه والبزار والخميره. غادي نخلط هذا الشيء ونضيف الفرماج حتى هو. من بعد كنبدا نضيف الفورص بشويه بشويه حتى كنجمع العجينه. تقريبا كياخذ نص كيلو ديال الفورص، نص كيلو. بامكانكم تنقصوا شويه ولا تزيدوا شويه، شي 2 المعالق بحال ما هكاك، حسب نوعيه الفورص. انا جاتني نص كيلو نيشان. منين كتقال العجينه كنحيد الطراب وكنستعمل غير ايدي. بامكانكم ديروها في العجانه حسب الرغبه. هذه هي العجينه. منين تجمعات كنقسمها على جوج، النص كنضيف ليه الخشخاش، كتجي هكاكا منقطه، كيجي المنظر ديالها زوين. غادي نديرو في الفيلم اليمونتير. والنص الثاني غادي نضيف ليه الزعتر، غادي نحكو في ايدي بحال هكا صافي، نخلطو واحد شويه وغادي نديرها حتى هي في الفيلم اليمونتير ونديرها في الثلاجه واحد نص ساعه نستعملها. من بعد نص ساعه خديت بياض البيض واللوز يفيلي، فرشت هاد البلاستيكه هادي وغادي ننزل العجينه. ما غاديش نرققها بزاف لاني ما غنديرش وحده فوق وحده. كيف كتشوفوا خليتها واحد شويه ماشي رقيقه بزاف. صافي خديت هاد الطابع هذا غادي نطبع العجينه. هاد الشيء هذا اللي زايد كنحيدو كنجمعو كنديرو في بلاستيكه باش ما ينشفش، وكنبدا بالتزيين في داكشي اللي قطعت. كناخذها كندهنها من الفوق بياض البيض، كنهرس واحد شويه داك اللوز ايفيلي غير واحد شويه صافي، وكندهنها بياض البيض وكنحطها في اللوز بحال ما هكا. نفس الطريقه كنستمر حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. كنزل ديك العجينه اللي جمعت وكنطبعها وكنزينها باللوز وكنستمر بحال هكاك حتى كنكمل العجينه كامله. بالنسبه للنوع الثاني اللي نسمته بالزعتر، حتى هو كننزلو بنفس الطريقه، ما كنرققوش بزاف لانني ما غاديش ندير وحده فوق وحده كيف سبق لي ذكرت. هاد المره خديت الجنجلان وخديت هاد الطابع ديال على شكل قلب، غادي نطبعها. هاد اللي زايد غادي نحيدو نجمعو نديرو في بلاستيكه حتى ننزلو حتى هو ونطبعو. صافي كندهنها ببياض البيض وكنديرها في الجنجلان، كتجي صراحه كيجي لذيذ بداك لوغو ديال الفرماج والزعتر والجنجلان وحتى اللي باللوز حتى هما. يعني حتى الناس اللي ما كياكلوش السكر حتى هما من حقهم انهم يفرحوا بالحلوى، وحتى الناس اللي كياكلوا كلشي صراحه كيجيو لذاد الواحد يبدل شويه من الحلاوه. صافي كندخلهم للفران كيطيبوا. هذا هو الشكل النهائي ديال الشكل الاول اللي درته بالزعتر والجنجلان، وهذا الشكل الثاني اللي درت بالخشخاش واللوز ايفيلي. صراحه كيجيو لذاذ بزاف، كنتمنى انكم تجربوهم. الى عجبكم الفيديو اليوم ما تنساوش ديروا لي جيم، ولا ما كنتوش معايا في لاشين تابوناو باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا على المتابعه.